لو صحيت مرة من النوم لقيت عندك بقعة لونها أحمر بتظهر وبتختفي وبتتنقل من مكان للتاني، عملت كل التحاليل بتاعة الحساسية والانتي اي جي اي، لقيت كل التحاليل بتاعتك سليمة، يبقى الفيديو ده مهم جدا وتعالى اسمعني. انا دكتورة علا عمر، استشاري الجلدية. هقولك على السبب اللي مش ناس كتير ممكن يقولهولك، الغدة الدرقية. فعلا زي ما انت سمعت، الغدة الدرقية ممكن يكون ليها علاقة قوية جدا بالارتكاريا اللي بتجيلك. كسل الغدة الدرقية ممكن يكون هو السبب الحقيقي وراء الارتكاريا المزمنة، وطبعا ده مش كلامي انا، ده كلام مثبت في الدراسات العلمية كلها. لو عندك ارتكاريا مزمنة وعملت كل التحاليل بتاعت الحساسية ولقيتها كلها سليمة، لازم تعمل تحاليل بتاعت الغدة الدرقية، التي اس اتش، تي 3 والتي 4، واهم واحد كمان اللي هو انتي تي بي او. ومش اي دكتور هيربط ما بين الكسل بتاع الغده الدرقيه والارتكاريا المزمنه. وجه السؤال بتاع جودي اللي هي بتقول عملت كل فحوصات الحساسيه بتاعت والارتكاريا وطلع عندها غده كسلانه، هل هي السبب؟ طبعا هي السبب. طبعا لما تتعالج الغده الحكه هتقل جدا والجلد هيرتاح جدا. طبعا علاج الغده مع استشاري غدد صماء بيبقى بالتوازي مع علاج الجلديه، ماشيين جنب بعض هما الاثنين. وانت بتسمع الفيديو دوت واستفدت منه وعندك اي عرض من الاعراض اللي احنا قلناها ديت، يا ريت ان انت تعمل فولو للاكونت ولايك للفيديو وشير للفيديو على الستوري عندك وريبوست علشان يوصل لحد كمان عايز يسمع المعلومه دي ويستفاد منها. وتابعني علشان اقول لك الخطه العلاجيه بالكامل خطوه بخطوه باسلوب سهل وبسيط زي ما انا دايما معوداكم.